المذاهب الدينية في مختلف الأديان أساسها السياسة. ايه اللي وداك للسياسه بقى يا احمد؟ جزمة المصري برقبة أي حد في الكون. مصطلح شرق أوسط ده مصطلح استعماري إنجليزي وأنا بحبوش. أنا أعرف الشيعة دول كفرة. فجيت على مصر 2011 عملت ايه؟ واحد ماشيلي دقنه لغاية سرته ويقول لي قال الله وقال الرسول، كان ناقص يعلقوا لنا الخرزانة في الشارع. بابا تدرس دوت يعني أنا بشوف هو حكيم هذا العصر. واللي يقول غير كده يبقى مجنون. كل سنتي في الصناعة بتاعتنا أنا على دراية بيه، وكان الناس بتيجي تستصغر سني وما يعرفوش ان انا احمد عبد المعبود. كنت باخد تبس من الناس، كنت انا عندي عجله كنت اخد عليها البن، اقف اعبي البن جرات واروح اوزعه على القهاوي. مش احمد عبد المعبود ده ابن عبد المعبود بتاع البن برضه ولا احنا فاهمين غلط؟ المال ده كله مش مالنا، احنا مؤمنين عليه من ربنا. ربنا اداك وخلاك سبب. انا اللي يفرق معايا في بطاقتك من بطاقتك مصري ولا مش مصري. مصري جسمتك فوق راسي، مش مصري نشوف بقى قصتك ايه. اهلا بيكم في بودكاست جديد من ايجي بودكاست بيزنس. ضيف النهارده واحد من رجال الاعمال المشهورين، وشهرته مش من نجاحه بس، من سنه كمان. هو واحد من اصغر رجال الاعمال في مصر. ضيف النهارده رجل الاعمال احمد عبد المعبود، صاحب شركات عبد المعبود. اهلا بك يا احمد. اهلا بيك يا هواري. واقول احمد وهواري عادي، انت عارف احنا عشره واخوات. عشرة. يعني طبعا قيمتك محفوظه، بس انت ربنا اخ. يخليك. ربنا احنا عشنا اكتر من احتمال 20 سنه. بقالنا مده كبيره مع بعض. بس عايزين نعرف الناس بقى، احمد عبد المعبود بيعمل ايه؟ احمد عبد المعبود انا مهندس، ومعايا ماجستير في الهندسه. اتولدت في اسره طبيعيه، اسره مصريه طبيعيه خالص. كان مجالنا في الاساس هو البن فقط، التحميص والمحمصه بن. معبودنا عبد المعبود طبعا حدث ولا حرج. احنا ابتدينا شغل، انا الجيل الثالث يعتبر. ابتدينا شغل 1937 من ايام جدي. ما شاء الله. بعمل ايه كشغل؟ لا انا كنت في الاول زي اي شاب، كنت اللي هو دراسه، بروح اجي كده لغايه لما وصلت لمرحله اللي هو بابا يقول لي بقى كفايه. تعالى بقى انزل المصنع بقى والشركه بقى، شوف اللي ورانا. لا ما كناش لسه في مصنع، وكان في القصه دي كلها. انا بكلمك ده في الاوائل بقى، في اللي هو 99 وكده. احنا عملنا المصنع بتاعنا سنه 99، ما شاء الله. ما كانش لسه بقى في الكلام ده. فبابا قال لي طب مش كفايه كده بقى، لازم تتعلم. فكان بيعاملني اللي انا عامل في المحل. اقف الاول كنت بكنس المحلات عادي، اشيل كراتين، لا استناني بس، اتعلم ازاي احمص. احمد عبد المعبود كنت بتكنس المحلات؟ اه ومش عيب، ولغايه النهارده هتلاقيني بكنس المحل عادي. الاقي عامل مثلا بيكنس بطريقه مش عجباني، اروح ماسك المقشه واوريه بيكنس ازاي، وده الصح. مش احمد عبد المعبود ده ابن عبد المعبود بتاع البن برضه ولا احنا فاهمين غلط؟ يعني ده اللي هو في بقه معلقه ذهب فيها بن، يعني انت بتشتغل بايدك؟ بشتغل بايدي مش عيب. بتشتغل بايدك عادي؟ بشتغل بايدي عادي خالص مش عيب. انت لو رحت المحل واوريك صور بتاعت زمان، انا بقف اشتغل بايدي. وكنا زمان بنعبي البن بايدينا. واول ما ابتدينا حوار قصه التوزيع دوت، كنت انا عندي عجله كنت اخد عليها البن، اقف اعبي البن كرات واروح اوزعه على القهاوي. ده ياخد 8 كيلو، ده ياخد ربع كيلو. ابتديت من هنا اهوت وكنت اشتغل. وكان الحاج كان عامل لي نسبه من التوزيع؟ من التوزيع اللي انا بوزعه. يعني مثلا لو كنا مثلا بنبيع مثلا كيلو مثلا ب 10 قروش، ماشي، هو يديهولي ب 9 قروش، والقرش دوت يطلع لي انا اللي انا بوزعه في النطاق بتاعنا اللي هو كان عابدين ووسط البلد. انت بتتكلم بجد؟ مش عيب. هو مش عيب، بس يعني وكنت صادم. وكنت بقف بعد المدرسة أشتغل في المحل وكوات. وكان الناس بتيجي تستصغر سني وما يعرفوش إن أنا أحمد عبد المعبود. كنت باخد تبس من الناس. بتتكلم بجد؟ كان النص جنيه مش والجنيه عارفين دوت انك بالنسبة ابن لي قصة. الحاج فكنت بتاخد التبس عادي؟ مش عيب، مش عيب خالص. وانت النهارده لو رحت مثلا عندنا صيانة في المصنع ولا حاجة، انت هتلاقي الحاج واقف لابس عفريتة، واقف شغال مع العمال بيصين بإيديه. طب ده علمك ايه لما انت بقيت النهارده من المسؤولين عن الشركه وبقيت رئيس مجلس اداره؟ انت النهارده رئيس مجلس اداره الشركه صح؟ نائب رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس والمدير مجلس الاداره. التنفيذي. يعني علمك ايه بقى لما بقيت مدير تنفيذي وما شاء الله بقى مصنع وشركات، وما شاء الله بقى في جروب كمان شركات تانية؟ مظبوط. علمني حاجة مهمة قوي،
ان اول حاجه الشغل ما بيقفش على حد. يعني يعني انا النهارده موجود او مش موجود، علمني ازاي ان كل سنتي في الصناعه بتاعتنا انا على درايه بيه. انا اعرف امتى العامل مثلا هو بيتكلم صح او بيتكلم غلط او عنده شكوى. علمني ازاي ادي حق العامل صح، لان انا اشتغلت مكانه وعارف مجهوده ايه وتعبه ايه. علمني ان انا لما اقف قدام حد النهارده بيكلمني في صناعه كبيره او الكلام ده كله، انا التفاصيل الصغيره قوي انا عارفها وحاسسها ولامسها، وعارف في الصناعه كل الدايره او الشين او اللي احنا بنسميه الدايره كلها، انا عارف كل تفصيله فيها. فالخبره ديت لو انا اشتغلت في كل حته جوه الشركه، مدياني درايه او رؤيه شامله على كل الشركه. فما فيش حاجه بتقف معاك، محدش عارف يضحك عليك يعني. لا مش مساله حد يضحك عليا، مش هنفرض سوء النيه للناس، لا، هنقول ان انا على درايه بحوكمه كل جزء في الشركه. يعني انا عارف التحميص عامل ازاي، عارف النظافه عامله ازاي، الكيس بيتعبى ازاي، عارف والله ده مشكله الكيس دوت، والعامل مثلا بيعبي لي في المحل في الحته ديت، فلما يجي هو العامل يشتكي لي، ما انا بقى بعبي بايديا وعارف المشكله فين. امم. مش مجرد واحد قاعد على كرسي بياخد قرارات او شايف الدنيا من فوق بس، لا، انا شايف وعارف كل تفصيله. طب دوت فرق معايا، فرق معايا كتير جدا. فرق معايا من واحد ممكن يكون اهله مستريحين او اصحاب شركات او مصانع او ايا كان، بس ما بس جه تمرمطش. باراشوت اه. اللي هو ايه، نفسه اللي هو ايه يمسك الورقه ويمضي قرارات بس، لا. ما هو انا القرار دوت بيأثر ازاي؟ انا العامل دوت لما اجي النهارده انزل له مكافأة انزلها له ازاي؟ امتى اكافئ العامل؟ امتى اعاقبه؟ ما انا ما عاقبوش من رؤيتي انا. انا ممكن رؤية العامل ان الحاجة دي صعبة او صعب تنفيذها، فانا لو انا عشت دور العامل هعرف احكم صح، هعرف اشغل العامل صح. في الحسابات بقى قيس على كل الكلام دوت. وبرضه بتبقى عارف السوق، لما الزبون مثلا يكلمك يقول لك ايه، والله ده البن فيه مشكله الفلانيه، انا عشان عارف ممكن تكون المشكله دي من التحميص، امم. عشان انا عارف مشاكل التحميص واحد اتنين تلاته، ما انا اشتغلت على المحمص بايديا، او الطحن ما انا اشتغلت على المطحنه بايديا. فبتبقى عارف كل تفصيله في ملم شغل. بالامور. طب بما اننا رحنا لحته البن، هو ايه الفرق ما بين البن بتاعنا والبن اللي في منطقه الخليج والبن الفرنساوي؟ بنقعد نقول اصل البن ده مش عارف ايه والبن ده ايه. في فرق فعلا ولا احنا يعني عندنا عقده المستورد؟ لا، كل واحد ليه طعم وليه مذاق. احنا بنشرب البن بتاعنا اللي هو البن المطحون اللي هو بيسموه آه، بيبقى مطحون على 50 مايكرو و40 مايكرو، اللي هو الناعم قريب من الكاكاو شويه، اه. وبنشربه بوش وكده. الخلايجه او منطقه الخليج العربي بيشربوا البن افتح مننا وبخيشن ومغلي، عامل زي الشاي المغلي، امم. وتحويجتهم غير تحويجتنا، غير الشوام. امم. بيشربوه مغلي، مغلي يعني قريب من الالوان بتاعتنا في التحميص، بس بيبقى مغلي من غير وش. من غير وش. فكل منطقه ليها الطعم بتاعها اللي بيميزها، لكن احنا كبننا انا بشوفه اللي هو الافضل. البن بتاعنا في مصر بتحس انت بتشرب فنجان قهوه، ليه ريحه كده، يعني ليه. يعني انا دايما بحب اروما، القهوه من ريحتها. بيقولوا عليها اروما. بحب اعرف القهوه حلوه ولا لا من ريحتها. مظبوط. هو البن بتاعهم برضو حلو مش وحش، بس هو لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. صح. هما إنه بيحب يلبس جاكيت كحلي، أنا بحب يلبسه أسود. مم. نفس الطبيعة في الأكل والشرب. إحنا في مصر نقول لينا مزاج خاص، ولينا رؤية أو فكر معين في طعم القهوة. لا، أنا أحب يشرب الفنجان ليه الوش بتاعه كبير، الفنجان تقيل، في ليه طعم وليه تأثير وكده. هو لو اديته أنا في القهوة العربي أو القهوة الخليجي هيقول لي إيه ده، أنت جاي تشربني مية؟ صح. القهوة الشامية أو اللي هو فلسطين والأردن وسوريا ولبنان هيقول لي إيه ده يا عم، ده قهوة مرة. صح. كل واحد ليه تيست كل بتاعه. واحد ليه التيست والمذاق بتاعه. انا بشوف ان احنا في مصر ان هو المذاق بتاعنا من ارقى الحاجات اللي موجوده. ما فكرتوش تعملوا حاجات تانية بجنب البن، المنتجات
برضو ليها علاقة، شاي، حاجات شبه كده؟ لا يعني احنا مركزين في مجال البن والبن الاورجانيك فقط. يعني مش هتلاقينا مثلا بنعمل قهوه سريعه الذوبان، اه. او بنعمل مثلا 3 في 1 او الكلام ده كله، لسببين. ليه بقى؟ سريعه الذوبان او اي حاجه بيخش فيها الكيمياء هي غلط على الجسم. عمي احمد، هو احنا عندنا الشركه الحاج احمد والحاج مجدي. اه. الحاج احمد هو يعني ايه، هو انا بسميه كده، هو يعني ايه، هو الكمبيوتر بتاعنا او العقل المدبر، اه، راس الحكمة. راس الحكمه. يقول لك لا انا ما اذيش الزبون بتاعي، ما اديلوش كيمياء، انا اديله بن صافي فقط. التاني بيبقى فيه مواد حافظة. طبيعي مواد حافظه، انا بن الطبخ. فانت اه، في النهارده لو سكر وفي حاجات. سيبك من السكر، لا، في بن نفسه الطبخ اتعمل طبخه واتبخر ونزل عشان فلازم تحط عليه مواد حافظه، يا اما يحصل فيها حاله عفونه. طبعا صح. فهو يقول لك لا انا ما اذيش الناس بتاعتي. وبالتالي احنا المصنع الوحيد اللي في مصر بتاع بن واخد شهادات اوروبيه بان هو غذاء امن، سلامه الغذاء الامن. عشان ما تشتغلوش غير اورجانيك. شغال اورجانيك، ما فيهوش اي تدخل كيميائي. دي فكرة صح. طب انتوا ممكن تشرح لي دورة البن كده يا أحمد؟ يعني عشان احنا بنقعد نشوف حاجات كده على الفيسبوك، وبنشوف حاجات اصل مش عارف بياكلوه الحيوان ايه فيعمل ايه فياخدوا منه ايه، حاجات كده. اه تقاليع التقليع، اللي هو تقاليع سياحيه اكتر منها. مش حقيقية. لا موجوده حقيقيه، بس مش كوميرشال، مش حقيقة، مش مش. كوميرشال. يعني لما تروح اندونيسيا مثلا وحيوان، انت بتاخد المخرجات بتاعته كده، هو بياخد كريستال بن بياكلها فاستحاله هضمها، فبتنزل سليم. فبتنزل سليمه. طب هو عمل ايه في الحبايه؟ ما عملش حاجه في الحبايه. يعني اصلا مفيش حاجة حصلت. ما فيش حاجه حصلت، ما فيش اي كيميكال رياكشن او هو في قرف بس ان احنا ناخد فضلات الحيوان فضل ننضف. الحيوان، وخلاص شال الورقه اللي بره بتاعت البن اللي هي الكريزه الحمراء، وحمص البن وطحنه واداهولك، وعمل تقليعه عرف يتاجر بيها، صح. مش اكتر ولا اقل. صعب هضمها فخلاص. اما دوره البن بتاعتنا، البن الطبيعيه، البن هي زرعه. يعني احنا حاولنا في مصر نزرعها، بس للاسف اجواءنا او المناخ بتاعنا والارض بتاعتنا لا تسمح، لان هو بيحتاج جو استوائي، اللي هو حر وفي مطر ومرتفعات وارض تكون بركانيه، مم. فهو لا يسمح. فاحنا ما نعرفش نزرع ده. استحاله. طب احنا جربنا، في حد محترم اسمه الدكتور احمد جرب في اسماعيليه، لكن انتاجيه الشجره لا تسمح بان هي تكون شجره تشتغل كوميرشال او تشتغل تجاري. ما تكفيش. ما تكفيش يعني. اصل انت لما تيجي تحسب الحسبه بتاعتك، انت كلفت الزراعه قد ايه وهي انتجت لك قد ايه، فهتبيع بكام، تكلفه الكيلو بتاعك كام، او تكلفه مم. الطن بتاعتك كام في الزراعه. هتلاقيه غالي جدا. غالي. والطعم بتاعه مش احسن حاجه، هو طعمه حلو على فكره، بس مش احسن حاجه. مم. يعني مش قيمه مقابل سعر. اوكي، فهمتك. طبعا فاحنا بنضطر نجيب الحبوب دي من بره. بنجيب من اثيوبيا، بنجيب من اندونيسيا، من كولومبيا، من البرازيل، من فيتنام. امال ايه قصه اليمني دي؟ يعني العمود اليمني اليمني هو اجود نوع بن موجود دلوقتي. هو نوع مش بلد يعني؟ لا لا، هو كل بلد ليها انا فاهم، بس ليها انا قصدي زراعتها. انتوا عاملين عبد العبود اليمني صح كده؟ اه ايه بقى سبب اليمني؟ والله هو جدي هو اللي اختار. اصلا هو الاسم من جده. من جدي انا، مش بس هو عشان زمان كان اقرب حاجه لينا بتيجي منها اليمن بس ما والحبشه. بتجيبوش من اليمن دلوقتي؟ لا بنجيب، منزلنا بنجيب. يعني انتوا الحبايه بتاعتكم جوه منين، ولا ده سر؟ لا احنا بنجيب من كذا حته في العالم وبنعمل الخلطه بتاعتنا. طب ده مش بيخلف في الطعم؟ لا يعني احنا بذره من نسب، هنا من هنا. كل بذره ليها صفات او خواص ليها. يعني في حاجه بتعمل الوش، في حاجه بتعمل الريحه، في حاجه بتعمل التاثير، في حاجه بتعمل الطعم. انت لازم تعمل الخلطه بتاعتك من حبوب مختلفه عشان في الاخر يديك منتج كويس. فانتوا في ريسبي او خلطه معينه بتعملوها عشان تطلعوا البن ده؟ بالظبط. مش كده ويلا بنضحك. لا 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 خالص. طب هو ايه الفرق ما بين البن السايب والبن اللي بنجيبه في علب ده؟ كاحنا كشركه ولا كفي العام؟ قول لي كده وكده. لا في العام انت ممكن السايب دوت انت ما تضمنش مصدره ايه. يعني اروح لاقي محمصه واقول له حط لي ابيض على احمر على بتاع.
فاتح على غامق قصدك. يعني اي حاجه على اي حاجه كده، لا يقول لك دي التحويجه بتاعتي وبتاع، ويجيبها في كيس بلاستيك كده. لا، هو احنا كتصنيع، احنا ليه رحنا لفكره التصنيع؟ ما احنا عندنا البن السايب بتاعنا في المحلات اللي هو بيجي برضه من المصنع. انا النهارده عشان افتح محل بيكلفني كام مليون، كام مليون دولت هم اللي اقدر اجيب بيهم مكنه. مثلا انا موجود في باب اللوق النهارده فرع، طب نفس الثمن المحل ده بتجهيزاته هجيب مكنه، محمصه. مكنه اه اه. مكنه في المصنع. المكنه دي بتخليني اروح فين؟ اروح بدل باب اللوق المعادي ومصر الجديده، واروح اسكندريه وكفر لما الشيخ تغلف وتعبي. فاصبح نفس الثمن ده عمل لي عدد انتشار اكتر في الجمهوريه. فافتح محل ولا اجيب مصنع؟ لا طبعا تعمل مصنع. ماشي. دورة رأس المال في المصنع أسرع، اكيد. وانتشاري أسرع. طبعا. فبالتالي أقدر بعد ما أجيب مكنة واثنين وثلاثة وأربعة، وبدل خط إنتاج يبقى اتنين وثلاثة وأربعة. صح. أقدر من هنا أخش في أسواق أنا مش فيها، سواء جوه مصر أو بره مصر. انت بدأت تشتغل بره مصر كمان، صح كده؟ مظبوط، فتحنا فرع في دبي، ان شاء الله. وبنفتح خلاص في البحرين، وإن شاء الله قطر والسعودية. لما فتحت بره مصر لقيت السوق عامل ايه يعني؟ المنافسة اخبارها ايه هناك؟ اعتقد في انواع كتير للبن. مظبوط. لا احنا بنصدر في الأساس. فبناء على التصدير ده والناس، احنا جبنا شركه موجوده جوه الامارات، عملت ماركتنج ريسيرش او ابحاث تسويقيه. احنا رحنا فين المصريين وفتحنا جنبهم. اللي بيحبوا عبد المعبود. بيحبوا عبد المعبود. طب ليه؟ من اقوى حاجات التسويق بالكلمه. طبعا ماوس تو ماوس ده قصة. فانا فتحت جنب المصريين. النهارده المصري دوت بيتعامل مع كام واحد هناك؟ بيتعامل مع الهندي، بيتعامل مع الباكستاني، بيتعامل مع طبعا. الخليجي فانا خلاص انا هيجيب له من عبد المعبود، هيجامله النهارده، هيقول له اصل انا بجيب بن بتاع من عبد المعبود. زائد اللي احنا بنشتغل هناك على السوشيال ميديا، فانت بتسوق المنتج المصري هناك بطريقه انا بقولها كده، دي الطريقه السرطانيه. انتشار سريع في بس وقت قليل. سريع، انتشار ما بين الناس، القوه الناعمه مم. تخش ما بين الناس. فانت بتخش تسوق المنتج بتاعك بطريقه ناعمه خالص. ما بتجيش اللي هو انا باراشوت انا جيت على السوق. نازل اتخانق على السوق. لا، انا الاول لقيت فين القاعده بتاعتي اللي انا هعتمد عليها، المصريين الموجودين. انا جيت اشتغلت على المصريين هم اللي هيساعدوني ويسوقوا لي. صح. هم دول المنتشرين في الدوله. مش انا هنزل انتشر وابتدي اعرف الناس على المنتج بتاعي، لا، انا اعتمد على اهل بلدي. طب قلت لي ان في مشروعات تانية غير عبد المعبود، الجروب بتاعك شغال فيها دلوقتي او بدأت تخش فيها؟ انا عندي شركه اسمها ابناء الوادي بتاعت مقاولات. عندي شركه اسمها جاسمينكا ديت، عامله ميكس ما بين الكافيهات وعبد المعبود، اللي هو بن عبد المعبود. عامل. بتشتري من عبد المعبود البن بتاعها، البن بتاعه، وبتقدمه في هيئة مشاريب في كافيهات. بس احنا الكافيهات بتاعتنا واخدة شوية اللي هو البريتش ستايل او طبعا الانجليزي. طبعا الانجليزي، اللي هو انت بتخش تاخد المشروب بتاعك مع كرواسون مع باتيه لسه كنت وخلاص. هسألك ليه ما عملتش ده فطلعت عامله. كنت هسألك ليه مش عامل نقط قهوة زي الحاجات التانية، وموجود ده في أوروبا وفي الخليج، إن انا عاملينها اللي هي جاسمين، مسميها على اسم بنتي جاسمين. أوكي. بس دي فكرة حلوة. فروعها هتزيد أو احنا هتتارجت دلوقتي الفروع؟ 6 فروع، بقالنا سنة وتقريبا سنة و4 شهور بالظبط، أوكي. ولسه هتزيد. وفي شركة تانية اسمها السما، دي بتوزع مواد غذائية، ليها علاقة بالمواد الغذائية. ليها علاقة بمواد غذائية. ممكن تفتح مصنع للمواد الغذائية أو تفكر في التوسع ده، ولا أنت مركز في لا، المجال؟ أنا بركز في البون. ويعني أنا متعود كده. يعني أنت شوف أي فاميلي بيزنس موجود في العالم كله، لازم التركيز في منتج واحد عشان تقدر تكبره. على سيرة الفاميلي بيزنس، خلينا اتكلم معاك بقى في الحتة دي شوية، وانت مطلع وقاري. ليه دايما الفاميلي بيزنس بيبدأ ينهار مع الجيل الثالث او الرابع، ان ما بيكملش؟ والامثلة كده كتير. لا، أقول لك أنا ممكن ليه. أعتقد أنا اعتقادي الشخصي لسببين. يا إما الجيل اللي قبله مسيطر عليه ومش عاوز يديله مساحته
كده هو الفكر في الفكر، والابديت. او هو خلاص هو طلع معتمد على الهيستوري بتاع العيله او تاريخ العيله ومنتجه عامل ازاي في الشارع وخلاص، وما ابتداش يطور. مم. انت النهارده احنا اول حاجه انا اتعلمتها من عمي احمد ووالدي، انه انت لازم كل فتره تطوير، كل 7 سنين لازم تطور من نفسك، تبقى في حاجه جديده. تمام. فانت مش معتمد او الاستراتيجيه بتاعتنا مش معتمد على جيل اول ولا تاني ولا عاشر، لا انت معتمد ان انت تطور من نفسك. وفي نفس الوقت في كده حاجه اتعلمتها في علم التسويق، how to achieve customer needs، ازاي تلبي رغبات الزباين او العملاء. او العملاء. انا بشوف السوق عاوز ايه والبي له طلبه. النهارده السوق مثلا عاوز منتج بالشكل الفلاني او الطعم الفلاني، هلبي له. النهارده انا لما اقول مثلا يا هواري انت والله انا ما بعملش غير البن الغامق، طب انا هواري بيشرب بن فاتح، خلاص هواري هشوف غيري. صح. طب هم 5 6 اللي بيشربوا بن غامق، هفضل عايش عليهم مش لغايه لما هيجي وقت الاقي في ناس تانية بتعمل منتجات تانية مختلفه، خلاص انا موتت الشغل بتاعي. التطوير واللي انا اشوف احتياجات العملاء بتاعتي ايه والبيها، هو ده اللي ينجح ايا كان الاجيال ايه. بالعكس انت الجيل الثالث والرابع وكده هو لما كل الاجيال بتكتر، هو عنده ميراث من الخبره وميراث من الاخطاء اللي هو وقع فيها او غيره او اهله وقعوا فيها، تقويه. بالعكس ده قوه، ما تضعفوش. الضعف بيجي بس من عدم التطوير وعدم مواكبه الذوق العام في الوقت اللي هو عايش فيه. عشت كتير في اوكرانيا، 18 سنه. كنت بتعمل ايه؟ انا رحت في الاساس ادرس بتدرس ايه في اوكرانيا؟ هندسه. اوكي، هندسه ايه؟ انا هندسه كهرباء او ميكا الكترونكس، يعني كهرباء يعني شغل مصانع. شغل مصانع. اه. ها. وبعدين عملت ايه بقى؟ عاد اكيد مش 18 سنه بتدرس يعني. لا عملت ماجستير. اثناء الدراسه بتاعتي هناك كانت عندي مشكله ان انا الاكل. انا راجل اكيل وانت عارف انا من زمان انا راجل اكيل. فكنت كل حاجه بدور على الاكل الحلال ما الاقيش، الاقي في مدينه تانية وعقبال ما يشحنوا لي الاكل يا اما يجي بايظ يا اما كده. فكان عندي مشكله. فنزلت اجازه في القاهره هنا اهوت، بتكلم مع بابا ومش عارف ايه وبتاع، بقول له ايه ما تديني ايه افتح هناك مشروع. قال لي انا مالي. قلت له يا بابا يعني انت مالك؟ بقول لك انا مقضيها مكرونه ومعجنات، خلاص انا امم. شويه وهبقى شبه الفيل، ارحمني. خلاص عايز اكل اي بروتينات. خلاص شويه ارحمني. ايه؟ اوكي. فقال لي اتصرف مع نفسك. رحت واخد العربيه انا كنت بروح بتاعتي. اكنس المحل مع حاج ما خلاص بقى هو خلاص بقى هو يعني ايه انت، هو كان معترض على فكره ان انا اسافر. فمن بابه بقى، فهو عايزك ترجع. انت بقى قررت خلاص بقى شيل شيل شيلتك. صح. طب اعمل ايه؟ كان عندي عربيه، رحت واخدها من وراه ونازل يوم الجمعه مدينه نصر وبعتها. كل ما جيب. يسالني على الجيب بالظبط. ايوه كنت فاكرها جيب. فكل ما يسالني عليها اقول له اصل مش عارف ايه باظ فيها فبتتصلح. قلت له الاجازه. اه. رحت واخد فلوسها وبتاع ورحت مسافر بفلوسها. رحت عملت هناك كشك شاورما. في اوكرانيا. انا واحد صاحبي لبناني، وصاحبي اللبناني ده هو كان اوريدي عنده كشك تاني بتاع شاورما. بتاع شاورما. كنا نروح نذبح الفراخ ونذبح اللحمه حلال ونشيلها وكده. ابتدينا بكشك، هو بدأ بكشك وانا ابتديت بكشك، بعد كده ضمينا على بعض. طب ايه رأيك ده في محل في الحتة الفلانية هيتأجر بسعر رخيص، محل صغير. اخدناه وبدأت العجلة من كده لغاية لما عملنا مجموعة هناك كانت اسمها بيروت هول، لان هو كان صاحب الفكرة. هو لبناني فسماها بيروت هول. ده كان المكان الوحيد اللي فيه حلال ومجمع للعرب والمصريين. كسب. كسبنا بس بعد الحرب بتاعت اوكرانيا دي كل حاجة راحت. خدوا الفلوس. مش خدوا الفلوس ده، انا لقيت حد باعت لي فيديو على الارض. ضربوا المحلات. لا وقتها كسب قبل الحرب يعني، كنت بتكسب وانت عايش هناك من الموضوع ده. انا جبت هناك، عندي هناك فيلا وعندي هناك موتيل، يعني انت موتيل صغير. فيلا وموتيل من اه الشاورما ولا من فلوسك؟ لا بداية الشاورما.
وعملت شغل تاني هناك غير الشاورما؟ مطاعم، عملت مطاعم من صفر، من عربيه جيب؟ من عربيه جيب. كان جد؟ اه والله، اصل هناك انا كان بالنسبه لي فرصه. ليه؟ انا الوحيد اللي حلال. الاتراك يجوا لي، الدول، اي دوله مسلمه يجي منها سياح او يجي منها عايزين طلبه، ياكلوا عندك. انا الحلال موجود، الوحيد اللي كان الحلال. ده كان ده سنة كام؟ نتكلم في 2009. اه، كان من شويه حلوين. آه، فمن ده اخر 2008 بالظبط. عملت من ده موتيل، وعملت من ده جبت ارض وعملت فيلا. عليها بيت وعملت عليها فيلا. اتجوزت هناك انت كمان؟ اتجوزت مرتين في اوكرانيا؟ في اوكرانيا. الله عليك. اه. عيب عليك بس انت. بس انت في حد مكمل معاك لحد دلوقتي؟ مراتي اللي هي اه. ام بنتي. اه، دي برضو اوكرانية؟ اوكرانيه. اه. طب انت ما شاء الله، انت هناك ما كنتش عايز ترجع اكيد؟ رجعت عشان خاطر يعني خلاص، يعني انا ايه، تشبعت من اوكرانيا. بس انت عملت فيها بيزنس كبير بتاعك من غير بقى حد ولا غير حاجة. عندي شريكي هناك هو اللي بيدير الدنيا. ورجعت عشان خلاص، يعني ايه، كانت مراتي بقى حامل، فانا لازم ارجع. انا عاوز بنتي تكون في بيئه مصريه اللي انا اتربيت عليه، وفي نفس الوقت الحاج كبر. فلازم تبقوا جنبه. وابتديت اخش بقى اللي هو ايه، شويه سياسه. ايه اللي وداك للسياسه بقى يا احمد؟ يعني انا عارف من طول الوقت، من ايام زمان وايام الثوره، انت بتحب، انت وطني وعندك النازع بتاع اه لا ومصر وعندك الحته دي. بس ما كنتش تخيل انك انت ممكن تخش مجال السياسي. المجال السياسي معترك صعب، انت في غنى عنه، انت مش محتاجه، انت بزنسك شغال ودنيتك حلوه. فايه اللي دخلك القصه دي؟ دخلني القصه دي بسبب صدام ثقافي حصل لي في اوكرانيا. البدايه كانت في اوكرانيا. حصلت لي واقعتين، واحده اقول عليها صدام شبه ثقافي، وواحده تانية صدام ديني او صدمه دينيه. ازاي؟ نتكلم على الصدام الديني الاول. انا ماما كانت بتكلمني بتقول لي عامل ايه، كل سنه وأنت طيب. قلت لها النهارده ايه يا ماما، كل سنه وأنت طيب، ايه في ايه؟ قالت لي النهارده عاشوراء. تمام. بالصدفه قابلت واحد صاحبي لبناني، كان طالب برضه، كنا ساعتها لسه طلبه. فبقول له عامل ايه يا يوسف، الحمد لله، كل سنه وأنت طيب. فبقول لي كل سنه وأنت طيب في ايه؟ قلت له هو مش النهارده عاشوراء؟ كل سنه وأنت طيب. عمل ايه؟ هعمل لكم النهارده حلويات وهجيب لكم حلويات. راح شتمني. ليه؟ انا ما فهمتش شتمني ليه ده. ف شتمني يعني بلفظ يعني ايه، ما توقعش ان ممكن حد في حياتي يشتمهولي. قلت بس انا يعني ايه، وجري من قدامي ومشي والناس سلكت ما بيننا. فرحت مكلم شريكي اللبناني، كنا لسه كشكين لسه ساعتها. مم. قلت له انت فين؟ انا جاي لك. كان هو ساعتها رئيس الجاليه اللبنانيه. قلت له حصل واحد اتنين تلاته، يا تجيبهولي يا اما انا ما اعرفش انا ممكن اعمل فيه ايه. طب انت عملت ايه له ايه؟ رحت حكي له، قعد يضحك. فبقول له بتضحك ليه؟ قال لي لا ما هو انت مش فاهم بقى. قلت له يعني مش فاهم؟ قال لي اصل انتوا في مصر سنه واحنا شيعه. مم. قلت له سنه وشيعه؟ انا اعرف الشيعه دول كفره. فقال لي لا بالشيوعيه، شيعه. مذهب. فانا ما كنتش عارف يعني ايه سنه وشيعه وسلفيه ووهابيه. فحسيت اللي هو انا يعني ايه بتكلم، ايه ده، هو ده انا اللي غلطان مثلا. لا. فانا مش فاهم. مم. فابتديت اقرا وافهم، لا ده احنا في حاجه اسمها سنه وشيعه وسلفيه وعلويه، والشيعه حتى في منهم زيديه واثنا عشريه. فابتديت افهم اللي هو انا ايه ده، انا ما اتعلمتش حاجه في حياتي. اللي انا كنت باخده في مدرسه يحفظونا الايه ويحفظونا الحديث تخش تمتحن فيه وخلاص الموضوع خلص عند كده. صح. ما علموناش ازيد من كده. هما بيعلموا الكلام ده في الازهر الشريف، لكن انا كمواطن عادي او انا مش خريج ازهر فمش مش عارف. خريج ازهر، مش عارف الكلام ده. ده الصدام الديني اللي حصل لي. دخلني بقى في قصه تانية اللي هو في بروتستانت وفي كاثوليك وفي مذاهب وفي الارثوذكس وكده. ابتديت برضه اقرا فيهم وافهم يعني مين الناس دي، وليه المذاهب دي اتعملت، ومين اللي عمل المذاهب ديت سواء اسلاميه المسيحية. او مسيحيه. وحتى اليهوديه دخلت فيها. طلعت من المنطلق دوت، خلاص بقى بقيت عندي وعي ديني كفايه واقتناع بسنتي، اللي انا راجل سني على المذهب بتاعنا في مصر، على زي ما دار الافتاء بيقول والازهر الشريف بيقول. لا انا مقتنع جدا باللي هم علموه لي في مصر واللي احنا ماشيين عليه في مصر. لما قريت اقتنعت اكتر.
ما هو انت علمك او العلم اللي انت بتاخده هو اللي بيخليك تقتنع يعني او العلم بيزود اقتناعك بفكرتك، ويخليك تحبها صح. وتدافع عنها. لما يقف قدامك واحد هتتكلم ازاي؟ يعني من واحد يقول لك لا اصل هو بيصلي، بيصلي عامل كده اهو، ولا صلي عامل كده اهو، ولا مش عارف بيخبط على رجله بيعمل ايه. طب انت مش عارف. انا مش عارف هو بيعمل كده ليه. فلما قريت فهمت. قريت فهمت، وزود لي اقتناعي باللي انا مؤمن بيه. وده مهم جدا 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 جدا، لانه بيأثر عليا النهارده، بيأثر على تربيتي في بنتي النهارده. انا اقول لها ايه وما اقولهاش، ما اقولش ايه، ايه اللي ممكن يتقال. اثر فيها سياسيا، اثر فيها سياسيا جدا. ده صدام ديني، إيه علاقته بالسياسه؟ علاقته بالسياسه ان كل المذاهب الدينيه في مختلف الاديان اساسها السياسه. لا اشرح لي. اشرح لك. سيدنا محمد كان سني ولا شيعي؟ السلام. عليه افضل الصلاه والسلام. هو هو الاسلام واحد. هو الاسلام، هو اللي هو نزل الاسلام الاسلام. واحد، ما كانش صح. فيه ولا سنه مفيش ولا ولا سنه شيعه ولا شيعه ولا ولا اي حاجه. ولا علويه ولا الكلام ده لا لا كله. طبعا. طب حصل امتى السنه والشيعه والعلويه والدروز والخوارج والخوارج والكلام ده كله؟ امتى؟ بعد وفاه سيدنا محمد. بس الاسم صح. طب حصلت ليه؟ ما انا لازم اسال. خلافات وصراعات على السلطه. على السلطه. اصبحت هنا هو المذاهب الدينيه اصلها خلاف على السلطه، وليس خلاف على الشريعه او على الدين نفسه. تصدق فكره صح، منطقيه حتى. فاي مذهب، سواء حتى كاثوليك او بروتستانت وبتاع مارتن لوثر وبتاع، عمل المذهب ده ليه؟ ده خلاف على السلطه وخلاف على الكنيسه كل هوت. فانا النهارده ما جيش تقول لي انت عرفت دين ليه؟ انا عرفت دين، انا عرفت دين عشان ده هو اي اختلافات جوه الاديان هي مؤثره في السياسه. هو ربنا لما نزل لنا الاسلام نزله لنا بس عشان نعبده؟ لا، هو نزل لنا كتالوج ومنهج نعيش بيه. صح. انا ازاي اتكلم مع هواري حتى في الحرب؟ ادانا قواعد لكل ده حاجه قواعد لطريقه حياتنا. عامل الاسير ازاي، صح. اتكلم ازاي مع عدوي، احارب ازاي، ما اجيش جنب الطفل، ما اجيش جنب الست، ما اجيش جنب الشيخ. الدين هو السياسه، هو اللي بيعلمنا كل حاجه. في ناس يقول لك فصل الدين عن السياسه ودوله علمانيه. لا، ما هو يعني ايه؟ يعني ربنا لما بعت لنا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام عشان يتمم مكارم الاخلاق. مكارم الاخلاق اللي انا بتعلمها، بتعامل معاك في اليوم، بتعامل معاك كل يوم ازاي، بتكلم معاك ازاي. هي دي السياسه الاسلاميه. مش مش دخول التيارات للحكم لمجرد اه انهم تيارات متأسلمة. بالظبط. الثقافي، كانت حصلت لي حادثه في اوكرانيا. مراتي الاولانيه كنت ماشي معاها في الشارع، فجاه لقيت حد جه من ورايا بيضربوني، مجموعه بتضربني غير سبب كده. من غير سبب، مجرد ناس طلعت عليا ضربتني. عاوز اقول لك يعني اللي هو عملوا لي مطب صناعي هناك زي ما بيقولوا، ضرب ليه عملت بطريقه ايه؟ غير بشعه يعني. ايه ده، في ايه؟ لما بسال بعد كده وجبنا الشرطه وبتاع، قال لك ده مجموعه اسمها سكين هيدز. يعني بيبقى حالقين شعرهم اقرع وبيلبسوا ماسكات كده. شفت فيلم بتاع عادل امام اللي هو المشبوه، كان لابس اه. ماسك، او بيلبسوا ماسكات شبهها كده من صوف. وليه بقى بيعملوا دول عايشين يضربوا الناس؟ عنصريه. طب وانت عملت ايه؟ انت لا، انا متجوز واحده اجنبيه وانا واحد هم مصري. دارسينك مش بالصدفة يعني، لا مش معديين بالصدفه، ضربوك. لا مش بالصدفه. هم عارفين انت مين ومصري متجوز اجنبية. اصل انا كنت في مدينه مش صغيره، مش كبيره يعني، حاجه زي مثلا نقول عليها مثلا في حجم الغردقه او شرم الشيخ. اه. فلا، تعالى بقى، راح ضربني. طب اضربوني ليه دولت؟ طب ما انا عملت لكم ايه؟ فقال لك لا ديت يعني دولت ما بيحبوش غير الاوكران يعرفوا بناتهم. طب يا سيدي انا متجوزها وانا مش بعمل حاجة غلط. مش بعمل حاجه غلط يعني، ولا حاجه حرام، انا راجل اتجوزتها قانوني. قال لك لا، هم كده دول عنصريين. فابتديت افهم العنصريه ليه، وليه وفي ناس اصلا عنصريين. فابتديت دخلت اول حاجه كتاب قريته هناك عن واحد اسمه ستيبانا بانديرا. ستيبانا بانديرا دوت ممكن نقول علينا الشرقاوي اللي هو بتاع مصر، امم. اللي هو كان بيخش يهجم، ياخد من الاغنياء ادم او الشرقاوي ويدي ويدي الفقراء. الفقراء. روبن هود.
هو نفس الفكر. فابتديت برضو، طب ما انا كمان من حق اعمل كده في مصر، تعمل ايه؟ اللي انا ادافع عن ولاد بلدي. امم. طب تعالوا بقى، احنا رحت عامل لهم، جبت المصريين نقعد وهنعمل ايه. فلما نزلت مصر في انت 2011، كنت عايز تحمي المصريين اللي في اوكرانيا. اه لا عملت اه، لهم، عملت عملنا لهم عملنا رابطه رابطه هناك، كده رابطه هناك. عشان ما حدش يضربكم. ومحدش اصل الحوادث دي كتر كتير لدرجه ان هم دخلوا علينا في سكن الطلبه. انا كنت قاعد في سكن طلبه في الاول، دخلوا علينا رموا علينا قنابل دخان كانوا بيعملوها السكين هيدز دولت وضربونا جوه السكن. جوه سكن الطلبه. سكن والشرطه ما الطلبه، بتعملش حاجه. سكن الاجانب دولت كان فيه احنا ومجموعه من اخواتنا العرب والمغاربه والافارقه، دخلوا كسروا سكن الطلبه واحنا جواه. انت متخيل؟ احنا كاجانب في بلد غريبه، انت جوه السكن بتضرب. وبيتضربوا عليك قنابل دخان وازاز وحاجه زي مولوتوف. طب وفي كميه الشرطه الرعب، ما كانتش بتوفر لكم حمايه؟ ما كانتش تقدر توفر لنا حمايه، لان في الاول وفي الاخر هم، انا بشوف كده لو يعني ايه، ومولاد بلدهم يعني. اولاد بلدهم، مم. وانت بالنسبه لهم اجنبي، فخلاص يعني ايه الموضوع. ملمومه. حصل حوادث كتير قوي، في مصريين اتضربوا بسكاكين واتطعنوا وفي مغاربه. للدرجه دي؟ اه للدرجه دي. وفي ناس هناك ماتت، اذكر واحد تونسي مات هناك. وبعدين؟ لدرجه ان البنات عندنا ابتدوا يقلعوا الحجاب من العنصريه. تبقى البنت ماشيه رايحه مثلا خلصت المحاضره بتاعتها، كان معظم هناك بيروحوا يدرسوا طب، مم. واحده هتبقى دكتوره يعني، قمه في الادب والاحترام والتعليم، ماشيه مجرد هي ست محجبه، يشدوها من الحجاب على الارض. في اوكرانيا؟ اوكرانيا. فابتدينا نقعد مع بعض كعرب وكمصريين وبتاع، لا احنا ما ننزلش، ما حدش ينزل لوحده او اتنين ينزلوا لوحدهم، ننزل مجموعات، مم. عشان تعرفوا تحموا بعض. نحمي بعض. كان في عندنا عنصريه. لما نزلت مصر في 2011 ما بعد احمد، ثوره 2011. هو ايه اللي كان جبرك على كل ده يا حبيبي؟ بتيجي تقعد هنا مع ابوك في المصنع ولا في المحل، وتاخد فلوس زي الفل وراكب عربيه عاليه ودنيتك حلوه، وايه اللي جبرك على كده؟ انا كنت اتضايق جدا ان الناس يقول لك ده ابن الحاج مجدي، ده الحاج مجدي راح، ابن الحاج مجدي جه، اصل ده ابن الحاج. الكلمه دي بتضايقني قوي قوي. ليه؟ انا مين؟ ابن انا الحاج. اسوأ ايه؟ ابن الحاج. دي اوحش حاجه. طبعا انا فخور اللي هو ابويا وجزمته فوق طبعا. راسي واللي هو بس نفسك عمله لي، تحقق حاجه بس عشان انا نفسي تفرحوا اكون بيك. ده فلان مش ابن فلان. فاهم قصدي؟ انا اسوأ ايه في سوق الرجاله؟ لما تقعد كده النهارده الهواري يقعد هو وايا كان من اصدقائه وبيقيم الراجل ده، هتقيمني عشان ابويا ولا عشان نفسي؟ عشان المفروض نفسي. عشان نفسك طبعا. فلازم اكون حاجه عشان احس ان انا راجل ليا قيمه، مش مجرد ان انا راجل شايف ابوه محفظه بيصرف منها وانا ابن فلان. لا انا مش ابن فلان، انا ابن فلان شرفا، لان راجل بتشرف بيه، وراجل ده تاريخي وقيم. طلعك راجل تعرف بس تكمل وراه. بس لما اقعد مع حد اقول له انا فلان وانا عملت وانا سويت وانا اتعلمت وانا درست وانا بنيت نفسي بنفسي، اه هو ساعدني وخدت من فلوسه، ساعدني وخدت من فلوسه، لكن انا ما خدتش وضيعت، انا خدت وكبرت، صح. فرق كبير. صح طبعا. فجيت على مصر 2011 عملت ايه بقى؟ فوجئت بالثوره طبعا. بقى 2011 وتدخل الاسلام السياسي في مصر، حدث ولا حرج. حدث ولا حرج. لقيت بعد كده هوت ان الاسلام السياسي ابتدى يجنس غير المصريين بالجنسيه المصريه. حصل. افتكرت بقى اللي حصل لي في اوكرانيا لما ضربوني، مم. فابتديت لا، مصر للمصريين، مفيش حاجه اسمها انا معايا جنسيه بالاكتساب او عن طريق ايا كان يعني الوسيله مم. ساعتها، لان كان بعض كانت وسائل غير شرعيه. غير شرعيه. فالحوار ده كان بيضايقني قوي. طب والاخوان وفي الحكم وكده هوت، انا متضايق، في حاجه غلط، احنا هنسكت؟ مم. فدخلت اللي انا بقيت اقرا يعني ايه من زهقي. انا من عابدين، في شارع شريف في حاجه اسمها دار المعارف، تمام. مكتبه كبيره. فدخلت اشتريت كتاب، لقيته بيتكلم على مصر الفرعونيه وكده. فابتديت يعني ايه خلاص بطلع غيظي في الكتاب ده، كنت اخد الكتب
وانت لو انت فاكر كنت راح واخد بعضي وراح على اوكرانيا. اه انا مش مش كنت مش بتسافر كتير في الوقت مش, ده. مش مستحمل ان انا اقعد الاقي اخوان وواحد ماشي لي دقنه لغايه سرته ويقول لي قال الله وقال الرسول، كان ناقص يعلقوا لنا الخرزانه في الشارع. صح. يعني مصر الحضاره يجي شويه ناس لا يفقهوا اي شيء يحكمونا. لقيت ان الكتاب دوت يعني معرفش هل ده ربنا، هل ده صدفه، او هل يعني انا ما اعرفش بالظبط ايه. الكتاب ده كان بيتكلم على احمس مم. والهكسوس. اكتشفت ان التاريخ بيعيد نفسه. دي حقيقة، دايما التاريخ بيعيد نفسه بس الناس اللي ما بتركزش. فابتديت اركز في التاريخ المصري. لقيت ان احنا، لا احنا اللي بيحصل معانا ده هو اللي حصل بالظبط في الهكسوس. احنا الهكسوس احتلونا 200 سنه. طب دخلوا مصر ازاي؟ دخلوا مصر بهجرات او بغزو سلمي. هجرات ناس جايه من شعوب اوروبيه وشعوب الشمال الشرقي لمصر. دخلوا قعدوا في الشرقيه، كونوا واحده واحده مش عارف لغايه لما وصلوا حوالي 250,000 بني ادم. قرروا يحكموا البلد. عملوا دوله جوه الدوله، ونفوا الملك بتاعنا للجنوب وعملوا الدوله واحتلونا 200 سنه من غير سلاح. تتقارن دوت باللي بيحصل فتره من 2011 2013. ايه ده هو ده اللي بيحصل. هما فجأة الإخوان دخلوا الحكم، بس هما ما دخلوش الحكم من دلوقتي، لا، ده من أيام حسن البنا أو حسن الساعاتي. مم. ابتدوا يعملوا اللي هو الأسر، بيسموها الأسر الإخوانية، يتشعبوا ويعملوا اللي هو التوغل السرطاني في المجتمع المصري. الأخوان. تلاقي الأسرة وما بيتجوزوش إلا من بعض، فالتلاتة بقوا خمسة، الخمسة بقوا 10، ما هي أسر مم. ودخلت جوا بعض. هيحتلوا مصر بالطريقة اللي هي الثقافية الناعمة. طبعا الكلام دوت هو اللي حصل مع الهكسوس بالظبط. مم. تعالى النهارده هنعمل ايه. ابتديت انا اشوف ان في حراك شعبي في مصر بيحرك، يعني الناس مبقاش راضيه على الوضع. النهارده انت بتشوف بس التجاره بتاعتهم، الصناعه بتاعتهم، يخش يستولوا على اي حاجه. الاخوان دعم الدول الاوروبيه والدول العظمى بقى بس للاخوان. طب انت مش هدفه مصر، يعني هو مش هدفه بس مصر، ده هدفه اكبر من مصر. صح. طب شرق أوسط جديد. بلاش كلمه شرق اوسط دي، مفيش حاجه اسمها شرق اوسط. ما يعني مصطلح شرق اوسط ده مصطلح استعماري انجليزي وانا ما بحبوش. أمال إيه المصطلح الصح؟ لا احنا مصر، احنا ممكن نقول منطقة عربية مثلا؟ منطقة العربية. ماشي. ان انجلترا هي اللي سمت ميدل ايست والفار ايست، اه. الشرق الاوسط اللي هو المنطقة بتاعتنا ديت، والفار ايست او اللي هو اللي هي دول الهند اه. والجزء او الخليج الهندي. ده مصطلح استعماري انا ما قلتلهوش تاني بقى. ماشي. مش هقوله تاني. لما تيجي تشوف فكر الاخوان وفكر الهكسوس تلاقيه واحد. طيب النهارده الاخوان هما كان هدفهم ايه؟ السلطة. السلطة. طب هل الإخوان معارضة ولا أيام حسني مبارك كانوا معارضة ولا غير معارضة؟ طب وإيه هي الدولة؟ أنا قعدت أقرأ وأسأل نفسي إيه الفرق بين الدولة والحكومة؟ أنت يا هواري تعرف الفرق بين الدولة والحكومة؟ يعني إيه؟ إيه الفرق؟ الدولة أو اللي أنا بسميه الثالوث المقدس، اللي هو الأرض والشعب والجيش. الجيش من رحم الشعب. طبعا. أما الحكومة هو القائمين على السلطة. أنا ممكن أنا أكون راجل معارض أو راجل موالي للحكومة، لكن ما ينفعش اكون معارض للدوله. ينفعش أقرب من الثالوث المقدس. الدوله خلاص ده أرض وشعب وجيش. ارض وشعب وجيش. اصبح اللي انا صح. معارض للدوله، فانا مش معارضه، دي اسمها عماله، ابقى انا راجل عميل. تصدق صح. واحد زي حسن البنا، انا ما بقى انا لا اترحم عليه. واحد زي قطب، سيد سيد قطب. قطب، انا برضو لا اترحم عليه. سيد قطب قال لك ايه؟ ما الوطن الا حفن تراب عفنه. هو ما يفرقش معايا انت مصري ولا انت فلسطيني ولا انت تونسي ولا سوداني. انت مؤمن بفكرتي ولا لا؟ مؤمن بافكاري، خلاص احنا بقينا واحد. لكن ولا يفرق معاه الدوله ولا الشعب ولا الجيش.
النهارده بتلاقي الاخوان او في 2011 هو كان هدفه ايه؟ تفتيت الجيش، مؤسسات الدولة ووزارة المؤسسه الجيش العسكريه. ورئاسها الجيش. هم احقر من حكم مصر، وهم ربنا فضحهم بنفسهم. هم جم، الناس شافت حقارتهم، كانوا عايزين يعملوا دوله جوه دوله، يا اما هم يا اما الموت. يحكمكم ويموتكم. هو نفس الفكر الاستعماري. هو ما يفرقش معاه مين مصر ديت ولا انت ايه فكرك. هو بيشتغل عند سيدو دوت القوة الاستعمارية. طب القوة الاستعمارية هي عملت الإخوان؟ هي اللي عملت الإخوان. ما هو أنا مش لازم أستعمرك بسلاحي، ممكن أخليك أنت تدمر نفسك بنفسك، زي اللي حصل في العراق وفي سوريا. صح. أنت النهاردة لما تلاقي داعش أول حاجة دخلت عملت إيه؟ كسرت الآثار، ولعت المكاتب، وقالت لك أصل دي أصنام. يا عم أصنام إيه؟ أي دين وأي ملة تقول لك أنت كسر أصنام؟ ده تاريخ. ومحدش بيعبدها، يعني يا اصنام دي هي مشكله الاصنام دي، ان الناس بتقدسها او محدش بيقدسها مفيش دلوقتي حد خلاص. يقدسها. الموضوع ده كان زمان قوي يعني، هو وما بقاش يحصل. هدفه يقضي على التاريخ، زي المغول لما جم عملوا ايه؟ ولعوا في في المكتبات. ما هو انت مالكش ماضي، ومالكش ماضي موثق، فمالكش مالكش مستقبل. جدر. خلاص مالكش مستقبل. مم. ما انت بعد 40 سنة ابنك وبنتي خلاص هو ما يعرفش حاجة، هيعرف الماضي بتاعه منين غير لو هو موثق. فما تبوظ ده خلاص. خلاص احنا عشان كده هم اول ما دخلوا العراق وسوريا كسر يهدم مش عارف ايه، بوظ التاريخ مش عارف ايه. خلاص انت دلوقتي بلد بلا ماضي، هتصبح بلد بلا حاضر بلا مستقبل. الاخوان كانوا عايزين يعملوا كده معانا، يقول لك اصل حرام مش عارف ايه، اصل الفراعنه دول الكفره، اصل ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ هو انت بتهدم الدوله. مصر اكبر منك. مصر ديت اللي عملت اول قانون في العالم لحقوق الانسان. تحط عمل اول قانون في العالم لحقوق الانسان، انت كنت فين؟ احنا كان عندنا محاكم وسياده قانون في مصر قبل ما حتى يكون في اديان على الارض، قبل ما يكون في حتى اي افكار من اللي انتوا بتقولوا، ولا حتى الدول الداعمه للارهاب. احنا كان عندنا سياده القانون، كان عندنا حتشبسوت اول ملكه في التاريخ. تيجي تقول لي النهارده حقوق انسان وحقوق مرأة؟ احنا اللي نعرفه، احنا اللي اخترعنا حقوق الانسان وعملنا المرأة، كرمنا المرأة. صح. التاريخ بيقول كده. التاريخ والواقع. لما مصر ديت اللي انتوا بتتكلموا عليها وعاوزين تحاربوها وتقولوا اصل شعب غير مؤمن، هو الايمان اللي هو احنا نبقى اخوان؟ لا، الايمان مش احنا نكون اخوان. اهل البيت لما كانوا بيتقتلوا في الجزيرة العربية، ولما كان يزيد بيقصف الكعبة وكسر الحجر الأسود أو الحجر الأسعد مطرح القصف بتاعه، كان أهل البيت هنا بيجوا يتحموا في مصر. سيدنا عيسى جه هنا في مصر للحماية. سيدنا موسى كان عايش في مصر، ولما أمه خافت عليه ربنا أوحى لها اللي هي تسيبه في اليم النيل، وراح عاش في قصر ملك مصر. سيدنا يوسف لما اخواته كانوا عاوزين يموتوه وربنا نقصه، جابوا مصر. فمصر هي أيقونة الأمن والأمان بصنع الخالق. مش عشان خاطر أنا بقف وأقول يا رب ولا هواري بيقول يا رب. ده قدرنا وده أمر إلهي. والله لو جبت مين في الدنيا دي كلها ما يعرف يعمل أي حاجة. إحنا بلد الأمن والأمان بأمر إلهي. أنا بشوف كل دوت، والإخوان جايين يدمروا، وسلفيين، وإرهاب في سينا. طب إرهاب في سينا يقول لك سرايا القدس. يا عم القدس اهي، ما تروح اهي، ما انت مش انا. ما تروح اهي، انت مالك بيا؟ انت جاي تقتحم السجون ليه؟ انت جاي تعمل كنابل وتقتل في معارضينك ليه؟ او الناس اللي مش موافقه على فكرتك، اللي هم مصريين، اللي هم المفروض ده ممكن يكون اخوك ولا عمك ولا جارك ولا استاذك في الجامعه ولا كان مدرسك. جاي بتقتله ليه؟
انت عدوك اهو، مش انت بتقول قال الله وقال الرسول طب ما هم انا مالي انا. صح. فهو كان الهدف الدولة وليست الحكومة، تدمير الدولة لخدمة أهداف استعمارية أخرى. النهاردة سوريا إسرائيل بتخش تضربها وبتدمرها، وفيها منتخب العالم للجيوش، طبعا روسيا اي تلاقي حد أمريكا أي زهقان حاجة. بيروح يتخانق في سوريا. في سوريا فين الجيش السوري؟ أول حاجة، أول ما بشار طلع من سوريا دمروا الجيش. ضربوا كل قواعد الطيران وكل المعدات. نفس الإخوان كانوا عاوزين يعملوه في مصر، كانوا عاوزين يدمروا الجيش عندنا. ما هو الجيش ده صمام الأمان. الجيش دوت اللي هو أخويا وأخوك وأبوك وعمي وخالي كلنا. كلنا. هو الجيش من رحم الشعب. صح. عشان كده تلاقي إن مصر دايما بتبقى في حالة ازدهار لما يكون الحاكم من أصول عسكرية أو خلفية عسكرية. ليه؟ ليه بقى؟ هو عارف أبعادك إيه والأعدائك إيه وبيفكروا إزاي. هو بيفكرش في بس إن أنا أعمل لك مشروع، لا هو بيفكر في حمايتك. عشان هو متربي في مدرسة متربي، الجيش، وهتلاقيه مدرسة عنده الحماية. التزام غير طبيعي. مش معنى كده إن المدنيين لا يصلحوا، لا، المدنيين يصلحوا. ما أنت عندك حكمة مصر، ما هي ست مم. ومدنية. دكتور صوفيا أبو طالب حكم مصر. المستشار عدلي منصور مدني وحكم مصر. بس هو العسكري فاهمها أكتر. فهمها اكتر، وتربيته العسكريه بتسمح له التعامل مع اعداء مصر. بص انا ما اعرفش ليه مصر مستهدفه منذ فجر التاريخ. دايما عندها مشاكل، من الناس عاملة الناس مشاكل من غير سبب، كله عايز يوقعها، كل عاوز يوقعها. قريب وغريب. هتلاقي هكسوس، هتلاقي بيزنطيين، هتلاقي رومان، هتلاقي عثمانيين، هتلاقي انجليز، هتلاقي فرنساويين، هتلاقي اسرائيليين. كل حاجه تلاقي جايين على مصر، لان كله عارف ان مهد التاريخ والاصل هو مصر. حتى في الديانات ربنا لما امر سيدنا محمد يستوصب اي حد في الدنيا دي، ما استوصبش الا باهل مصر. احنا عرق نفتخر بيه. ربنا سيدنا محمد ما وصاش على حد، ما وصاش على اهل الجزيره العربيه، ما وصاش على الافارقه، ما وصاش على حد. استوصبوا اهل مصر خيرا. مصر دون غيرها. سيدنا محمد ما فيش اعظم منه. طب احمد، انت شايف يعني اخد من كلامك كده سطر من الناحيه الاقتصاديه، دي الناحيه الامنيه. من الناحيه الاقتصاديه شايف ان احنا ليه الدنيا كل ما بتيجي تدور معانا يحصل حاجه توقف الدنيا، كل ما يحصل حاجه الدنيا بتقف. يعني كل ما نيجي في معدل نمو كويس يجي لنا كورونا، يجي لنا بعدها نفوق يجي لنا حرب اوكرانيا، نفوق تيجي مشاكل اللي في غزة ده. شايف ان احنا امتى مصر ممكن تفوق من الضغط ده؟ لا انا اقول لك حاجه، في حاجه اسمها اقتصاد كلي واقتصاد جزئي. انت النهارده بص على اقتصاد مصر، هل هو بينكمش ولا غير منكمش؟ لا، اقتصاد مصر بيكبر. طب الازمات الاقتصاديه اللي احنا بنعدي بيها دي، احنا بنعدي بيها لوحدنا ولا العالم كله؟ العالم كله. العالم كله. فاصبح مش انت المقصود، بس هل انت بيحصل لك ازمات اقتصاديه مقصوده؟ اه. ليه؟ النهارده انت لما تكون قادر، اللي انت يعني ايه، اللي يملك قوته يملك قراره. صح. فهو لازم يعمل لك مشاكل، لازم يقعد يعمل لك مشاكل عشان تبقاش انت صاحب قرارك، فيعمل لك ازمات اقتصاديه جوه بلدك، يسحب لك الهوت ماني، يعمل لك، لازم يكون في مشكله اقتصاديه. ما هو مش هيسيبك في حالك. مش هسيبك رايق كده. مش هيسيبك في رايق يبقى انت كده هو لو سابك رايق هتزدهر. طبعا. يجي يقول لك اصل انتوا بتصرفوا فلوسنا على التسليح، انتوا مش عارف ايه. انت مالك؟ انت النهارده لو ضعيف كنت خدت على قفاك زي سوريا، كنت بقيت زي ايران بتتضرب مش عارف ترد، ولا زي فلسطين. احنا موافقين يتقال أي حاجه علينا على الجيش، ما عنديش مشكله في حاجه خالص. قول يا عم اللي تقوله. النتائج ايه؟ ان انا اقوى النهارده جيش في امي المنطقة. امي ماشيه في الشارع
انا ما بخافش عليها. مستقبل بنتي انا عارف ان هو كويس جوه الدوله دي بسبب الجيش اللي انت بتنتقده. جاب سلاح، طور سلاح، عمل توطين لصناعات عسكريه في مصر، خلانا بقت قاعد انا مطمن. طب ده اثر عليا اقتصاديا؟ اثر عليا اقتصاديا. ليه؟ انا النهارده كراجل مستثمر اجنبي جاي النهارده استثمر في مصر، ببص لها، هو انا لو فتحت مصنع النهارده ممكن بكره يوم عندها حرب والبنيه التحتيه عندها تتضرب والمصانع تتضرب؟ هبص الاقي لا، ده عندها جيش قوي بيقدر يقول لا. جيش ودوله وحكومه ما بتاخدش تكليفات من دول اخرى وتنفذها، عندهم راي وبيحموهم. فاصبح النهارده عملت جيش قوته عملت مناخ استثماري خصب. ما انا ما عنديش امان، مفيش حد يجي يستثمر عندي. ده التأثير الاقتصادي بتاع الجيش. طب هل الدولة ما بتعملش حاجة للاقتصاد؟ لا، بتعمل إعفاءات من الضرايب عشان تجذب مستثمرين. عندك قناة السويس الجديدة اللي هم قالوا عليها ترعة. المحور. وهو قال لك قناة السويس الجديدة دي ترعة، اه. مش هم قالوا عليها ترعة؟ اه. ولما نجحت قال لك اصل ده مشروع قديم، والله احنا لاقيين واي عليه. حاجه غير ان احنا بننجح، يعني اه اي حاجه غير ان احنا بننجح. طب عمل المنطقة الروسية، المنطقة الصينية، طب دي ايه؟ توطين صناعات في مصر. طب ده هيعمل ايه؟ قلل نسبة البطالة عندي، كبر من اقتصادي، الاقتصاد الكلي بتاع الدولة كبر. فعلا بقت في تنميه وفي. تنمية. انت النهاردة شركة زي شركة النصر بتاعت العربيات رجعت تشتغل تاني. صح. طب ده كله من ايه؟ استقرار، استقرار، استقرار. طب انت شايف دور رجال الاعمال الوطنيين يعملوا ايه عشان يساعدوا العجله تدور اكتر في مصر؟ دور الرجال الوطنيين، اي رجل اعمال ليه دورين: دور اقتصادي ودور اهلي، او دور اللي هو مجتمعي. مجتمعي. هو معظم رجال الاعمال هتلاقيهم عاملين مؤسسات خيريه بيساعدوا الناس، سواء غير محتاجين او الناس اصحاب القدرات المحدوده. والدور الاقتصادي بتاعه اللي هو بيكبر في الشركه بتاعته، اللي هو بيكسب وبيكسب المجتمع. طب هل في ادوار تانية ممكن تتعمل؟ في ادوار تانية ممكن تتعمل. ممكن مثلا زي العربي، الحاج محمود العربي الله يرحمه. اه. هو بيعمل ايه؟ بيجيب الشباب يدربها. انا النهارده بدرب الشاب، بخليه معاه صنعه في ايديه، ممكن يجي يشتغل معايا في الشركه او في المصنع عندي، او ممكن يروح يفتح مكان تاني. برضو بعض رجال الاعمال بيعملوا معارض، زي معرض مثلا زي تراثنا، امم. ده كان تحت اشراف السيد انتصار السيسي. دوت بي الناس اللي هي عندها صناعات محدوده تقدر في يوم واحد بتعرض المنتجات بتاعتها فبتكبر. طب انا كرجل اعمال ممكن ادعمه في ايه؟ اشوف الفكره بتاعته، اقدر استثمر معاه ازاي. احنا مش محتاجين النهارده حد اجي اديك مساعده ماديه او معنويه والسلام عليكم. لا، انا عاوز اكبرك، عاوز اعمل منك نموذج لاي شاب يكبر، عاوز يبقى رجل اعمال، عاوز يبقى صاحب شركه، عاوز صاحب مشروع صغير، المشروع صغير بعد كده يكبر. طب ازاي؟ انا ممكن اطلع جزء من استثماراتي، من راس المال بتاعي او المكسب بتاعي، اطلع منه جزء بدعم الشباب دي، اخش اشاركه. تعالى انت فكرتك حلوه عجباني، تعالى نخش نشاركك نكبرك. بيحصل كده في مصر، بيحصل كده في مصر، وبيحصل حاجات كتير قوي. طب في دعم من الدوله بكده؟ في دعم من الدوله بكده، غير رجال الاعمال. انت النهارده عندك قروض بتتاخد اللي هي بتاعت المشروعات الصغيره والمتوسطه. اه. ده بتكبر الناس يعني. الدوله بتساعد الصناعه بطريقه غير طبيعيه. الفريق كامل الوزير ضغط على قصه الصناعه ديت، ويعني بجد انا بسميه هاري بوتر الوزراء، معاه العصايه السحريه. تعال انت كمستثمر كمصنع، عندك ايه مشكلتك؟ كذا، اتحلت المشكله. فريق كامل الوزير عامل طفرات كبيره في مجال الصناعه. احنا تبع وزاره الاستثمار مثلا، اه. شركتنا ومصنعنا،
بييجوا يقولوا لنا عندكم ايه مشكله في الاستثمار او في التصنيع كذا، مشكله في نفس اليوم بتتعرض على الفريق كامل الوزير. طب ايه اللي بيحصل؟ تتحل تاني يوم. انت الدرجه المشكله دي؟ مرة اقل 24 ساعه المشكله بتتحل. طب انا كشركه كبيره، كبار ممولين، طب الشركات الصغيره لا، بيكبرها، بيديهم قروض بدون فوائد، وفي قروض بفوائد على حسب المشروع، حجم المشروع. حجم المشروع. الدولة بتسنده، تعالى الدولة بتعمل المشروع كذا، بتوزع على الشباب. لا، الدولة عاملة دور جامد جدا 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 جدا، فوق ما انا كنت متخيل. يعني انا كنت متخيل هل فريق كامل الوزير، طب هو راجل عسكري، طب هو كان راجل في الهيئة الهندسية، مم. طب مش ايه علاقته بالصناعة؟ لا، اكتشفت ان ده مع العصاية السحرية. انا بجد اللي اختار كامل الوزير للصناعة، انا بجد ارفع له قبعة، لان طب انا حاسسها لامسها. هل انت شايف ان في وقت ممكن نوصل فيه لمرحلة اكتفاء ذاتي بالتصنيع، او مش هنقدر نقول اكتفاء ذاتي كامل، بس يعني نوصل لمرحلة آمنة من الاكتفاء في التصنيع، عشان نقلل من الاستيراد شوية وضغط العملة الأجنبي؟ بس احنا خلينا نتفق الاول، احنا بنتكلم على صناعة ايه؟ الأساسية، الصناعات الأساسية. هل الصناعة في المجال الغذائي، الصناعة في الصناعات التقيلة اللي هي مثلا العربيات والسيارات والحديد والكلام ده؟ اه، احنا ممكن نوصل، بدليل شركة النصر بتاعت السيارات ابتدت تشتغل تاني، بدليل ان احنا النهارده عملنا مشروع المليون فدان وابتدى خلاص ثماره تطلع. القمح ابتدينا شبه اكتفاء ذاتي من القمح، خلاص احنا كنا فين وبقينا فين. اه، هنوصل للمرحلة دي. انت النهارده عندك طرق جذب كتير قوي وتوطين للصناعة موجودة في مصر. انت النهارده مشروع زي الضبعة، مم. طب انا بعمل مفاعل نووي في الضبعة ليه وبيعمل لي كهرباء ليه؟ عشان عشان المصانع. المصانع. انا الهدف الاول كل مصانع. احنا في مصر النهارده الناس تقول لك طب هو الطرق دي ايه كلها لازمتها؟ انا واحد فكرت في يوم من الايام وكلمت مع الحاج، قلت له ما تيجي نفتح مصنع في اوروبا، في اوكرانيا. انا بقيت على علاقات كويسه باوكرانيا ومسؤولين كبار في اوكرانيا، هيسهلوا لنا كل الامور وكده. قال لي ماشي ادرس الدنيا. لما قعدت ادرس الدنيا، ما عندهمش بنيه تحتيه تستحمل. ايه في بنيه؟ أوكرانيا. ما عندهمش بنيه تحتيه تستحمل. طب انا النهارده عملت بنيه تحتيه في مصر تستحمل، من شبكه كهرباء لشبكه طرق ل... لميه صرف. وصرف. كل دوت اتعمل ليه؟ انا ببني الاساس عشان اعرف اطلع عليه. النهارده اي مستثمر هيجي لي، ده انا عندي مواني في الحته ديت. كل منطقه صناعيه في مينا قريبه منها، سواء مينا بحري او مينا جاف. الكهرباء ما عنديش ازمه فيها. كنا بنمر بازمات كهرباء، بس النهارده انا بعمل مفاعل. احنا السنة دي الحمد لله ما فيش حاجة، الصيف خلص وما مفيش حاجه. حسيناش بأي حاجة في الكهرباء. طب كل ده ليه؟ الدوله بتعمل بنيه تحتيه، بتوطن صناعات، بتجذب مستثمرين، علشان بكره ابني وابنك يلاقوا عندنا اكتفاء ذاتي. هيحصل اكتفاء ذاتي، الحمد لله هيحصل اكتفاء ذاتي. احنا عندنا صناعات دخلت في مصر جديده ما كانتش موجوده قبل كده اهوت. النهارده انت بتدخل، النهارده بتصنع قطوره في مصر. اه. الرئيس السيسي عمل حاجه حلوه قوي. كل ما يخش مشروع يعمله، احنا بنستورد تكنولوجيا من بره، يقول لك لا، الحاجه تتصنع في مصر، بيشتري التكنولوجيا وتتصنع في مصر. عشان طب تبقى بتاعتنا. ده ذكاء، طبعا. ما بيعتمدش على الاخر. هو بيديك النو هاو وانت تكمل عليه، تطور عليه. صناعات كتير، الانتاج الحربي بيصنع حاجات يعني عظيمه. صح. مصنع قادر ومصنع الإنتاج الحربي فعلا مجموعه عندهم. مصانع ملاش اول من اخر. صح. فاحنا لا، هنوصل للاكتفاء الذاتي، واعتقد قريب جدا. من بعض الصناعات ما فيش حد عنده كل حاجه. لا أكيد ما فيش، بس يعني اللي يبقى عندك الحد الأدنى اللي يقلل ضغط الدولار، كمان ضغط العملة عشان تستورد، ده بيرهق الدولة وبيرهق الناس. لا، النهارده انت بص على السوق. النهارده مثلا كنت تخش سوبر ماركت، شوف مثلا لو انت كنت تنزل مثلا من 10 سنين، شوف كام منتج كان مستورد، وهتلاقي اخوه بيتعمل هو يمكن كواليتي احسن منه،
صنع في مصر. صح. انت النهارده الناس بقت تتفاخر لصناعه مصريه. الهدوم، صح. بقى التصنيع المصري بقى متفوق جدا. يعني اقول لك كان الاول يقول لك انا مش عارف رحت جبت بدله منين ومش عارف ايه وبتاع، اصل الكواليتي بتاعها عامل ازاي والقصه بتاعتها، لا في مصر، دي مصري. بس حلو ما شاء الله. ايه المشكله؟ المشكله عندنا كانت مفيش حد بيدعم الناس دي. دلوقتي لا، في دعم، وبقت كلمه هتلاقي في شعار كده موجود على بعض المنتجات: بكل فخر صنع في مصر. مم. في منتجات كتير جدا. ده قلل الحمل كتير قوي على الدولار. ودوت مش جاي من فراغ، ده جاي من دعم او توجيه من الحكومه، اللي هو لا مفيش استيراد، كفوا نفسكم في الحته دي. فالناس خلاص النهارده كل 3 4 بيقعدوا مع بعض في مكان: طب احنا بنستورد الحاجه ديت، طب ما تيجي نصنعها في مصر. فالدوله شغاله كويس، والناس الحمد لله الحمد لله بقت فاهمه اهميه الصناعه. ايه اللي وداك الحياة الحزبية وبقيت في سن صغير امين شباب على مستوى الجمهورية؟ امين تنظيم. امين تنظيم كان. امين تنظيم مساعد امين تنظيم الجمهوريه حزب حمايه الوطن. ايه بقى اللي وداك بقى القصة دي في وسط البيزنس وفي وسط الحاجات، انك كمان تبقى في الحياة الحزبية، ودي التزام كبير ووقت كتير قوي يعني. كنت لازم الاقي قناه شرعيه والاقي مدرسه اقدر منها ان انا امارس السياسه اللي انا شفتها بره مصر، واشوف انا اقدر اساعد الدوله ازاي. فكنت لازم الاقي حزب، وما الاقي ادور على حزب، الاقي حزب يوافق الايديولوجيه بتاعتي والفكر بتاعي. فانا لقيت حزب حمايه الوطن. دخلت عملت المقابله، انا عاوز فالناس عملت لي اختبار قدرات: لا انت تنفع في الحته الفلانيه. طب دخلت الحزب، ما بعد الحزب هعمل ايه؟ لا، عندنا تثقيف سياسي، ثقفوني سياسيا. انا الاول كان يتقال عليا ايه؟ انت عنصري شويه، اصل انت اي حد مصري بالنسبه لك مؤله. انا اي واحد مصري عندي بالنسبه لي، يعني انا عندي رقم 1 ربنا، رقم 2 جميع الانبياء وجميع الرسل، رقم 3 المصري، مع اختلاف لون بشرته، مع اختلاف جنسه، مع اختلاف تربيته، اي اختلافات، بقى المصري رقم 1. سواء هو على غلط او هو على صح، انا بالنسبه لي المصري جزمته منحاز للمصري. جزمته فوق اي حاجه موجوده في الدنيا دي كلها. جزمه المصري برقبه اي حد في الكون، ايا كان فكره ايه وانتمائه ايه. وده ساعدك في السياسة يعني. التشدد ده، او هو مش مش عارف اقول انه تشدد، لان هو طبيعي ان الواحد يحب ولاد بلده او يحب بلده، بس ساعدني التشدد ده، ساعدني وزعل مني مراتي هي مش مصرية. مش مصريه. مم. وفي نفس الوقت انا كنت قاعد بره بتكلم معاها، كنت انا من الناس اللي بتقعد تكتب حاجات كده، تيجي افكار في دماغي بكتبها وبعرضها في الحزب، بعرضها مع ناس خارجين سياسه واقتصاد، دكاتره، بروح اتعلم منهم، يعني دول اساتذتي وناس اكبر مني وخبره اكتر مني، فبروح اقول لهم انا شايف كذا، ايه رايكم؟ ممكن يكون انا من وجهه نظري، انا راجل مش دارس حاجه زي كده، بس من وجهه نظري انا الرجل المواطن العادي الشعبي صح، وممكن تكون غلط، صح. هو يفهمني بالمفهوم الصح. من ضمن الحاجات بس اللي كانت عملت مشكله كبيره بيني وبين مراتي: انا بنتي معاها جنسيه اوكرانيه غير المصريه. فانا كنت بقول يعني وانا بكتب جواب، مراتي بتقول لي بتكتب ايه؟ قلت لها انا بكتب ان مش من حق بنتي تمارس الحياه السياسيه في مصر، ولا ليه حق الانتخاب. قالت لي ازاي؟ قلت لها قلت لها مصر للمصريين فقط. اي حد مش من اصول مصريه لا من حقه يخش يرشح نفسه في رئاسه، ولا في مجالس محليه، ولا انتخابات برلمانيه بالغرفتين بتوعه، ولا من حقه حتى ينتخب، برغم ان ابوها مصري يعني. رغم ان ابوها مصري. واول الكلام ده طبق على بنتي، اول واحده بنتي مش من حقها تمارس الحياه السياسيه في مصر. ليه؟ انا هفترض النهارده ان بنتي ديت عضوة مجلس نواب، ومصر بينها وبين اوكرانيا، وده مثال، يعني انا مش بقول حاجه اه. واقعيه، هتقوم حرب. دستوريا
السيد رئيس الجمهوريه مكرما بيروح مجلس الشعب يطلب تفويض منه باستخدام القوات المسلحه، يحصل تصويت. صح. ماشي. النهارده كنت راجل حلو مع بنتي، وبنتي شايفاني ان انا احسن مامتها عشان كنت بدلعها وحنين ومش عارف ايه وبجيب لها ليله عجوزاه وكده، فهي مياله لباباها، طبعا انا مع مصر فموافقه. او انا كنت راجل وحش، او ما حصل انفصال وهي راحت مثلا مع مامتها، فمامتها صورت لها ان بابا ده وحش، فلا صوتت ضد استخدام القوات المسلحه. فاصبح النهارده الجزء اللي هو بتاع ان الاب والام مش من نفس الجنسيه ممكن ياثر على قراراتها. فما يصحش انها تبقى. فما يصحش باي حق تمارس الحياه السياسيه وهي ممكن حاجه تانية تاثر على قرارها. مصر للمصريين من اصول مصريه فقط، قولا واحدا، وما فيهوش اي نوع من انواع التراجع. انا بنتي هتطبق عليها الكلام ده عادي، ايه المشكله؟ انا كان اختياري ان انا اتجوز واحده اجنبيه بسبب ظروف معيشتي، اللي انا كنت عايش بره مصر، وكان هو ده الاختيار الوحيد اللي موجود قدامي. بس لو رجع بيا الزمن ما كنتش اتجوزت اجنبيه. ليه؟ انا مرات ست محترمه وست كويسه، ويعني انا بتفخر ليا مراتي، بس استحاله تكون امي، واستحاله تكون اختي. انا مش بتكلم على التربيه، اتكلم على المينتاليتي، على الاصول، الاصول الطبيعه. والطبيعه. ليه ما انا اتجوز واحده عاوز اشوف زي امي، زي اختي، زي اشوفها مثلا زي اخت واحد صاحبي. اللي هي البيئه اللي انت عشت فيها مش نفس البيئه. البيئه ده رقم واحد. رقم اتنين الولاء. انا بالنسبه لي الولاء للدوله المصريه فوق اي اعتبار. مفيش حاجه فوق مصر. انا لو رجع بيا زمان فعلا ما كنتش اتجوزت، كنت هتجوز مصريه. اقل واحده مصريه انضف واطهر واشرف من اي واحده موجوده في الكون. الست المصريه جزمتها فوق راسي وفوق راس اي حد. طب انت لو هتقدم مشروع لقانون او حاجه نفسك انها تتحقق، هيكون ايه؟ نفسي التعليم في مصر عندنا يتغير. يتغير ازاي؟ موضوع صعب. هو لازم لا نساعد، بس انا مش بقول ان انا موضوع عاوز، كبير انا وصعب مش أوي. عاوز اقول ان انا بغير مناهج، لا انا ممكن عاوز اقول ان انا عاوز الناس تفهم تاريخنا، الطالب يفهم تاريخه. انا كطالب، انا النهارده مثلا في مبادرات من الحكومه ان الطلبه او الجيل الجديد يبقى فاهم سياسه، يبقى فاهم تاريخه. طب انا عاوز اعمل ايه في الطلبه؟ انا النهارده واحد عشت حياه، شفت التعليم اللي انا اتعلمت منه الحساب الجمع والطرح ومش عارف ايه، اتعلمت منه لغات انجليزي ومش عارف فرنساوي، اتعلمت الكلام ده. بس اتعلمت ايه كواحد ممكن يأثر في مستقبلي، كمستقبلي كواحد عايش في وسط مجتمع دولي؟ لا ما اتعلمتش. كنت لازم اخش كليه تاريخ ولا اثار، انا ما اعرفش اسمها ايه بالظبط، عشان اتعلم انا اصلي ايه وافتخر باصلي، واعرف ان اللي بيتقال في بعض الدول التانية ان هم اللي عملوا، هم اللي ما عملوش حاجه. زي مثلا زي ما قلت لك قبل كده، هو حقوق الانسان، اعرف ان احنا اللي اخترعنا حقوق الانسان، احنا اللي اخترعنا تمكين المرأة تمكين المرأة والمحاكم. اعرف لما انا بقول هو انت على راسك ريشه، ده, ده مش مثل، لا امال ايه بقى؟ دي حاجه فرعونيه. الريشه دي ترمز في الحياه الفرعونيه للعدل، كان ريشه النعامه، عشان كان الناحيتين بتوع الريش قد بعض بالظبط، كانت بتتحط بس للملوك تتحط للملوك والقضاه. ان هو عادل فبيبقى على راسه ريشه. على راسه ريشه، ده مش حلو. مثل. كنت لازم اتعلم حاجه زي كده. كنت لازم لما اطلع اقعد واشوف مثلا الاخوان بيعملوا ايه، افهم ان التاريخ ده بيعيد نفسه. افهم لما واحد زي نجيب محفوظ، راجل اديب عظيم، يقول لك كلنا مدانين لمصر الا احمس مصر مدينه له. اعرف ان في واحد في زماننا ده، وانا هسيب الناس هي اللي تقول اسمه عشان ما حدش يقول انا بطبل او انا بقول كده اهو. النهارده في واحد هو حارب الهكسوس الجدد ومصر مدينه ليه. فعلا هو عمل كده. هو عمل كده.
مش هنقول اسمه عشان ما حدش يقول لك انت بتطبل له وبتاع. انا بتكلم على الحقائق. لا انا اقول عادي، لا. انا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني، واللي يقول غير كده يبقى مجنون يعني. أصل ده واقع احنا عشناه بقى، ما حدش واقع يحكوا واحنا لنا. احنا بنقول على حقائق. النهارده لما يكون واحد وزير دفاع وياخد قرار ان هو ينحاز للشعب، ما هو احنا اتفقنا ان الجيش من باطن من رحم الشعب. صح. لما هو ياخد قرار ان هو يقف قدام جماعه ارهابيه تدعمها بعض الدول الاجنبيه والدول العظمى بيحط رقبته على كفه. على كف، طب ده هو بيعمل كده ليه؟ انحاز لاصله، حاسس لناسه ولشعبه، للناس. ده نفس برغم ان هو كان عايش زي الفل وراجل وزير دفاع راجل وزير. هو ومحدش هيقرب ناحيته ودنيته زي الفل، بس هو في الاخر خاف على الناس اكتر ما خاف على نفسه. اكتر ما خاف على نفسه. ده مين ده؟ ده اللي عمله احمس، ده اللي عمله سجن نراع. سجن نراع اول من شهيد موجود عندنا. كل الكلام ده ما يعرفوش. تعرف اللي انت عندك اول معركة كبيرة بحرية وبرية في التاريخ انت حصلت عندنا في مصر بيننا وبين الهكسوس. اثرنا 300 سفينة. انت مم. متخيل المعركة كانت عاملة ازاي؟ كل ده من دراسة التاريخ. دراسة التاريخ ده بيأثر عليا النهاردة. لما اقعد كده بيني وبين نفسي اشوف ده بيحصل كذا. لما اعرف حسن البنا مين اللي عمله واتعمل ليه. هو مش مصري، هو مغربي اسمه حسن الساعاتي. وجي يعمل ايه في مصر وليه الانجليز عملوه. افهم بكره في ايه. صناعة بعض رموز المجتمع دي عملوها ليه؟ عشان تأثر في ايه؟ كل ده من ماضي. النهارده مش الحرب اللي احنا فيها مش وليدة النهارده ولا امبارح. لا، دي اجيال بتسلم اجيال. هما بيدرسوا تاريخهم. دراسة تاريخ مهمة. ربنا لما حكم على اليهود التيها في الصحراء 40 سنة مش من فراغ. ربنا استنى لما جيل جديد يطلع اللي هم ال 40 سنة فيكونوا نسيوا اللي أهاليهم عملوه ويبعت لهم رسول جديد أو نبي جديد. ينسوا تاريخهم. طب انت لو في ايدك انك تطلع قرار او تطلب ان يحصل قرار بحاجة تتوقف، شايف انها بتدمر المجتمع المصري، او حاجة نفسك تتلغي، هتبقى ايه الحاجة دي؟ أنا نفسي ممنوع التحدث باللغة الإنجليزية في الأماكن العامة. أنت النهاردة بتمشي في الشارع اسم المحل مكتوب باللغة الإنجليزية. أنت بتمشي النهاردة تخش، أنا بشوف شباب جديدة طالعة ما بيعرفوش يتكلموا عربي. اه ده كتير. بقول لك جين زي، يعني ايه جين زي؟ لا احنا آخر جيل. جيل إيه؟ والايام جيل هتقوم إيه؟ بعد كده أنا مش اخر أنا مش جيل هنمشي بقى خلاص. طب دوت تأثير ثقافي علينا. انت النهارده معلش، انت واحد زي عبد الفتاح السيسي رئيس اعظم دولة في التاريخ. الراجل ده كان عايش في انجلترا وكان ملحق عسكري في السعودية وكان موجود في امريكا بيدرس برضه. يعني راجل يجيد اللغة الانجليزية. انت شفته في لقاء واحد في اي حتة في العالم بيتكلم لغة انجليزية؟ لا، بيتكلم بلغة بلده. لغة بلده. ورئيس جمهورية مصر. رئيس جمهورية مصر رغم ان هو يجيد ويعرف. لا بس هو لكن بقى. هو راجل معتز بالعرق بتاعه. صح. النهارده انت بتشوف الشباب ما بيتكلموش الانجليزي. طب ليه؟ ليه؟ لازم يحصل. معرفش بقى هل تأثير من وزير الثقافة أو إحنا محتاجين قانون رادع. هي فكرة بقت إن لازم الولاد يخشوا مدارس أجنبية ويتعلموا كل حاجة بالإنجليش وما يعرفوش غير، وفي الأهالي في البيت يكلموهم بالإنجليش هي بقت مشكلة غريبة كده داخلة في بعض. مش عيب إن أنا أتعلم لغة. بس بقت هي أسلوب الحياة، مش متعلمها بس. ما أنت كنت عايش في أوكرانيا، أكيد بتعرف تتكلم إنجليزي وبتكلم أوكراني. كمان. وما كلمتنيش ولا كلمة أوكراني من ساعة ما دخلت. وبتكلم روسي. يعني أنا أقول لك على حاجة. كنت في مكان ما هنا اهوت، فلقيت البنت اللي بتبيع عمالة تتكلم معايا إنجلش. فبقول لها حضرتك مش مصرية؟ قالت لي مصرية. قلت لها طب ما تكلميني مصري زي ما بكلمك مصري. قالت لي اصل الاكسبريشن ده ما اعرفوش. فابتديت ارد عليها بالاوكراني. قلت لها سبب ما اعرفوش بالاوكراني. قالت لي سبب ما اعرفش اوكراني. قلت لها انت مصيبتك سودة. انت مصريه وانا مصري وعلى ارض مصريه وبنتكلم لغه ثالثه. ده صح. يا ستي ده احمد باشا كامل او كمال. لا، عمل حصر
لا، اللي احنا بنستخدم حوالي 15,000 كلمة مصرية قديمة في اللغة بتاعتنا دلوقتي، زي وحوي وحوي وواوا. مم. كل الكلام دوت لغة مصرية قديمة. هم بياخدوا مننا الأجانب كلمة فارماسي، صيدليه. صيدلية، هي أصلا كلمة فرعونية ومعناها بيت الشفاء والصفاء. يعني الناس بتاخد من لغتنا واحنا بنروح نستعمل لغتهم نروح برضو. نستعمل لغتهم. لازم يحصل تشريع، ممنوع لأن احنا بيحصل دلوقتي عندنا، بس أنا بسميه احتلال، ممكن يكون ليه اسم تاني. احتلال لغوي، انما يسميه لا، احتلال. احتلال ثقافي. احنا الهوية المصرية، يجب الحفاظ على الهوية المصرية. طب ده ايه؟ نابع عن، لازم يكون في المدرسة، في الثقافة، نزود مواد في المدرسة. التربية الوطنية ما ينفعش تكون في آخر سنة بس في ثانوية عامة، لا، دي لازم طول السنين. لازم نحافظ على الهوية المصرية. طب قول لي الفترة اللي جاية ايه مشاريعك والحاجات اللي انت بتفكر انك تخش فيها الفترة اللي جاية، سواء في البيزنس او في مجال العمل العام. احنا دلوقتي في مجال البيزنس، احنا دلوقتي يعني بنخش بتكنولوجيا جديدة. احنا بنبص دايما السوق بره فيه ايه. ففي تكنولوجيا جديدة في البن، مش هصرح عليها دلوقتي، خليها مفاجأة. انتشرت في العالم وخرم انتشرت في مصر. احنا التكنولوجيا دي خلاص احنا استوردناها بالفعل، وبنفتح مصنع جديد ما شاء الله. للقصة ديت. ما شاء دي الله. خليها مفاجأة عشان ما تتحرقش. ما شاء الله هنيجي نحضر الافتتاح. ان شاء الله. انت اول الناس، بقالك اه 20 سنة بتحضر معايا كل حاجة، اه عارفك انا اول معايا. واحد، انا اول واحد قاعد في الافتتاح ده. طيب وفي مجال العمل العام؟ في مجال العمل العام، انا عملت المؤسسة اسمها مؤسسة عبد المعبود الخيرية. ما شاء الله. ديت عملتها انا واخواتي، احنا 6 اخوات. ما شاء الله. عملتها انا واخواتي ورئيس مجلس الإدارة بتاعتها سمر عبد المعبود. داخلين بقى في المجال العام اللي احنا ناويين، يعني احنا نخش نشارك، اللي انا كنت بقول لك قبل كده، نشارك الناس اللي هي عندها افكار. مش مجرد مساعدات عينية وحاجات كده. اعلمك الصيد ولا اديك سمكه؟ لا علمني الصيد احسن طبعا. بس انا عندي جزء من استثماراتي في فلوس، احنا بنسميها زكاه، بنسميها صدقه، ايا كان المسمى بتاعها ايه. المهم انها تروح في مكان صح. لازم تروح مكان صح. طب اروح صح ازاي؟ لا، افتح مكان رزق لحد غيري. ما هو المال ده كله مش مالنا، احنا مؤمنين عليه من ربنا. ربنا اداك وخلاك سبب. صح. تاجر بقى مع ربنا. مش لازم اقول ان انا بساعد فلان وعلان، واصل انا هشارك فلان عشان اكبره. لا، انا ممكن اساعده من غير ما افتح بقي. مم. انا سالت فيها حد في الازهر الشريف قال لك لا، المفروض تقول عشان غيرك يغير ويعمل. بس انا يعني انا من جوايا كقلب احمد عبد المعبود ما بحبش اقول. بس في الاخر المهم انها بتروح في مكان صح. بتروح في مكان صح. حلوه الفكره دي. بقول لك ايه حكايه علاقه الصداقه اللي بينك وبين قداسه البابا تودرس؟ عشان بشوف لك لقاءات كتير معاه وعرفت انك بتروح له كتير او تقعد معاه كتير. البابا تدرس دوت، يعني انا بشوف هو حكيم هذا العصر. انت لو قعدت معاه، هو دكتور، اسمه الحقيقي الدكتور وجيه. اه. انت لما تقعد معاه تحس ان انت قاعد مع، يعني قدسه، انا بقول له قدسك. هو قدسه حاجه عظيمه جدا. راجل عنده سلام نفسي غير طبيعي. راجل تقعد معاه تتكلم معاه في اي مشكله او اي موضوع تلاقيه ملم بحاجات كتير جدا جدا جدا. انا باخد رايه، انا من الناس اللي كانت بتقرا في الدين المسيحي، فكنت في حاجات صعب اللي انا افهمها. كنت اروح اقعد معاه، ممكن اقعد معاه بالساعه والساعه ونص يقعد يشرح لي. وانا احمد عبد المعبود المسلم بيروح يقعد مع قداسه البابا توادرس، بيقعد يشرح لي واخد رايه. آه راجل بسيط جدا، يمثل يعني المصري الاصيل. زي ما تقعد مع الدكتور علي جمعه، راجل محترم جدا وراجل طبعا. بسيط. تلاقيه برضو يعني الناس ديت. الناس الكبيره العالمه الدارسه دي غير اي لا، حد. انا بشوف ان دولت يعني زمن الرسل والانبياء انتهى خلاص. كان خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، انتهى. بس ربنا بيخلينا في كل عصر
حد نتفقه منه وحد يكون مرجع لينا. صح. مش لازم اكون انا مسيحي عشان اروح للبابا تودرس، مش لازم اكون انا مسلم عشان اروح للشيخ علي جمعه واروح دار الافتاء والازهر الشريف. مش لازم. لا، انا ممكن اروح اسالهم في حياتي الدنيويه. الناس دي بيبانها مفتوح لاي حد. زائد ان انا مراتي مسيحيه، فاوريدي فاوريدي هي بتروح. بتروح. ما حاولتش انك تجبرها انها تغير ديانتها؟ لا طبعا، حاجه ما تخصنيش، حاجه ما تخصنيش خالص. والله انت راجل محترم. الاعتقاد الديني يخص كل شخص. انا ما اقدرش احكم عليك انت مسيحي ولا مسلم ولا يهودي. لا، انا احكم عليك انت بتعاملني كويس ولا وحش. الدين لله. الدين لله. لكن انا احكم على اي حد بمعاملته معايا، بافكاره، بشغله، بادائه. لكن انا بيني وبين ربنا، انت بينك وبين ربنا احكم عليك ازاي؟ انا مين؟ انت واحد مؤمن بحاجه، خليك في ايمانك. ربنا لما حب يورينا قمه السلام الاجتماعي، سيدنا محمد اخر زوجاته ستنا ماريا او مريم، القبطية. قبطيه من مصر. ما بقولش حاجه من عندي اهو، ربنا اللي كرم الست المصريه، صح. زوجها احسن خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. طب انت عامل ايه تاني؟ انا ماليش دعوه، انت مسلم مسيحي يهودي بوذي درزي، حاجه ما تخصنيش. حاجة بينك وبين ربنا. حاجه بينك وبين ربك. صح. انا ليك انت بتعاملني ازاي؟ بس يجب احترام الاخر ومعتقده. صح. انا اللي يفرق معايا في بطاقتك، في بطاقتك مصري ولا مش مصري. مصري جزمتك فوق راسي، مش مصري نشوف بقى قصتك ايه. رجل الأعمال أحمد عبد المعبود، شرفتني، نورتني، والحديث معك كان ممتع. يعني بص، بعيدا عن 20 سنة صداقة، أنا النهاردة استمتعت بمقدار 20 سنة. لا، ربنا يخليك، انا اللي استمتعت بيك واتمنى لك كل خير، لان انا شفت بدايتك كانت عامله ازاي. انت خدتها واحده واحده وتعبت واجتهدت بجد. يعني انا فخور ان انا اعرف احمد الهواري. ده شرف ليا. لا، انت رجل اعمال كبير ومقامك كبير، ومبسوط ان احنا عملنا اللقاء ده، ويا ريت يبقى لنا لقاءات كتير بعد كده ان شاء الله باذن الله. شكرا على حسن متابعتكم، اشوفكم بودكاست جديد. ايجي بودكاست بزنس.